thinking in terms of how the relationship. He was most probably one of Asimov's young fishermen, and you can see them today actually in their rudimentary boats, obviously. So people theorize, and there are plenty of books about him. هل تعلم أن شخصا ما وهو مغربي قد سبق كريستوف كولومبوس في اكتشاف العالم الجديد آنذاك ووصل إلى قلب أمريكا؟ كيف ذلك؟ وكيف أصبح مصطفى الأزموري من عبد المملوك إلى أوائل المستكشفين للأراضي الأمريكية؟ ولماذا لم ينصفه المؤرخون ولم يذكر اسمه لقرون؟ أيها الإخوة والأخوات، نحن هنا لنكتشف معا قصة المغربي الذي عبر المحيط الأطلسي وترك بصمته في تاريخ الاكتشافات الجغرافية للعالم الجديد. القصة وما فيها أنه وقبل 500 عام وذات صباح خرج مصطفى الأزموري من مدينة أزمور والتي كانت تحت الاحتلال البرتغالي آنذاك. خرج في رحلة صيد ليختفي بعدها، أي ذهب ولم يعد. الغريب في الأمر أنه كان ضمن فريق المستكشفين الإسبان والذين اقتادوه رغما عنه إلى اكتشاف الغرب الأمريكي عبر المحيط، لتصبح حياة مصطفى الأزموري إلى قصة استثنائية جمعت بين المأساة والمغامرة والاستكشاف. فبعد أن أسر في القرن السادس عشر وجد نفسه في قلب المحيط متجها نحو الأراضي الأمريكية. وإذا عدنا إلى طفولة الرحالة مصطفى الأزموري، يقول المؤرخون أنه كان يعتمد على نفسه منذ الطفولة في صنع القوارب وفي الصيد وفي البحث عن لقمة العيش. نشأ صيادا منذ صغره، ولا زال شباب أزمور اليوم يركبون قواربهم في مياه نهر أم الربيع القريب من المدينة. وبخصوص مصطفى الأزموري هناك مؤلفات وكتب كثيرة تتحدث عنه، وذكره الإسبان باسم ستيبانيكو المغربي. وما أكد القصة أن معظم المعلومات عنه جاءت في مذكرة أحد الناجين معه في رحلة الموت، حيث يصفه هذا الشخص الإسباني بالعربي المولود بأزمور. وفي القرن الماضي تم نفض الغبار عن بعض الحقائق التاريخية، وبعد أن ظلت المعلومات حول الأزموري شحيحة تحول الرحالة المغربي إلى محطة اهتمام لجيل جديد من الباحثين والمصححين للوثائق التاريخية، ونفض الغبار عن الحقائق التي تعرضت للتهميش. فأصبحت قصة بطلنا الرحالة المغربي مصطفى أو ستيبانيكو المغربي كما لقبه الإسبان قصة أسطورية تستحق الذكر والتدوين في أرشيف التاريخ. هكذا فالمغاربة دائما في الواجهة، سواء بالجيل القديم أو الجيل الجديد، كالقصة الغريبة أيضا والتي كان بطلها الرحالة المغربية السين غلام والتي ذكرناها في الفيديو السابق. والقصة مشوقة جدا وغريبة، إذا لم تشاهدها فالرابط أسفل الفيديو في الوصف. كانت هذه جولتنا من قناة جولة، وإلى قصة أخرى وفيديو قادم. لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة.